وعايزه اضيف لحضرتك برضو ان از ديزاينر في نقطه مهمه قوي وهي مرتبطه بالبيرسونال براندنج، ان انا ازاي اعرف اسوق لنفسي از ديزاينر. هو الديزاينر ده زي ما قلت لكم ان هو ده عامل زي حد كلنا بنسمع له طبيعي. فلازم انا ابقى في كامل، انا دايما ملائم بالموضه، عارف كل التفاصيل الجديده أكيد. وانا طبعا لو هشتغل في الهوم تكستايلز فلازم حتى اعرف حاجات قريبه لمجالي، زي مثلا الاخشاب، ايه اللي طالع موضه في الخشب، طبيعي. ايه اللي طالع موضه في الدهانات، ايه اللي طالع والوانه موضه ايه ودنيته ايه وارتباطها بالقماشه بتاعتي ايه هي بالظبط. لان خليني اقول بصي، هو اما نيجي نقول الديفينيشن بتاع كلمه تصميم هو plan for something. بتتكلمي هنا على المطلق. انا ما حددتلكيش انت هتعملي بلان لايه، انت بتعملي بلان للديزاين، بتعملي بلان للماتيريالز اللي بتستخدميها، بتعملي بلان للستراكشرز اللي انت هتستخدميها، بتعملي بلان للاسلوب او انهي اتجاه في الديزاين هتشتغليه، بتعملي كل حاجه. من ضمنها بتعملي بلان للفرنيتشر اللي هتستخدميها وارتباطها بالتكستايل او بالفابريكس اللي هتحط عليها. وانا شفت ان انتوا اوريدي كنتوا عاملين حاجه، البرزنتيشن اللي انتوا فرجتواني في الجامعه، انا بصراحه كنت يعني انسبايرد قوي ان لقيت كنتوا اصلا عاملين ده من نفسكم، ان انتوا رحتوا فرع شاطه اخترتوا قماش من هناك. ما هو انا بقول لحضرتك، مش انا قلت لك في البدايه خالص ان شاطه يعتبر احد الانسبيريشن الخاص بيا واللي انا بنقلها للطلبه بتوعي. خليني اقول ان السوق فيه كومبيتيتورز كتير بس القصه هنا بقى مين اللي متميز عن مين وبايه. وده اللي هو انا قبل ما اقول للطالب اعمل ديزاين، لا انزل استغل النعمه ربنا سبحانه وتعالى اداها لك اللي هي الكاميرا الرباني دي. صح. هي دي كاميرا رباني لاي حد بيشتغل في مجال الارت عامه يعني. صح. انزل شغل الكاميرا دي وخد منها زي ما خد منها اللي هي بنسميها فيجوال كالتشر، اللي هي الثقافه البصريه دي مهمه جدا جدا. الثقافه البصريه للديزاينر لو هو مش هيعملها انا اسف ما يبقى ما لهوش لازمه.